اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عندي محتوى حلو قوي، الكرنبيت. هعمل لكم اجدع كرنبيت وهخليه مقرمش وزي العسل معاكي وبكل سهوله. مبدئيا كده لما تيجي تنقي كرنبيت هتنقيها ازاي؟ بص، لازم تكون بيضه. بص اللون وجماله، وتكون قافله على نفسها زي ما احنا شايفين كده، يعني الورده فيها كبيره، شايفة كلها قافلة على نفسها مش مفرغة. ويكون الأخضر بتاعها ده زي بصوا لونه جميل ازاي، معنى كده اللي هي طازة، تمام، مش بايتة كتير عند الراجل. طيب هوريكم بقى انا هقطعها ازاي دلوقتي. هنا بقى يا حبيبتي هوريكي تقطعي الكرنبيت ازاي. بصوا الجمال، بصوا العسل، شايفين الوردة قد ايه ما شاء الله. واللي جوه ده معناه اللي هي متماسكة وما شاء الله مفرعة من جوه، يعني هي مليانة من بره ومن جوه. انا هنا قطعته زي ما احنا شايفين، وهشطفه عادي جدا من المية في الحنفية قبل ما اسلقه. تمام، امشي ورايا خطوة خطوة هخليكي تعمليه مقرمش وجميل. هنا عندي المقادير عبارة عن كوبايتين دقيق، كوباية لبن، معايا بيضتين. عايزة تكتري كتري بس انا مش هعمل الكمية كلها. هنا بحط شبت وبحط كزبرة، ما تحطيش بقدونس خالص. معلقتين نشا ومعلقة بيكنج باودر عشان يخليه مقرمش وزي العسل، ومعلقة توم. التوابل بتاعتي بقى بحط كركم، كمون، فلفل اسمر، ملح، كزبرة ناشفة، ومعلقة شطة. اللي حابب يحط الشطة يحطه، مش حابب ممكن يشيلها عادي جدا. هروح بقى بيه على الحلة بتاعت السلق بتاعتي. هنا بقى في سر جبار هخليكي تعمليه ويطلع معاكي ابيض وزي العسل. مبدئيا كده انا بحط فيه شوية لبن في المية السلق دي. ليه؟ ما بيخليش ريحة البيت كرنبيت، لان لما بتعمليه بيقلب البيت، لا مش بيخلي فيه ريحة، وكمان لمرضى القولون. وفي نفس الوقت هيخليه معاكي ابيض وزي الفل. هتشوفي لما يتسلق، يتحط في مية السلق، يبقى لونه عامل ازاي. بصوا انا حطيت كمون وملح، تمام. وهبتدي احط بقى ايه، الكرنبيطه بتاعتي بعد ما قطعتها وشطفتها في قلب الميه. بصوا اللهم بارك، بصوا اللون، وكمان لسه ما اتسلقتش. بصوا اول ما اتحطت فيه، بصوا اللون وجماله. هي هتاخد حوالي 5 دقايق. انا بقى على ما تتسلق معايا هبتدي اجهز المكونات بتاعتي. هنا هحط البيض كده وهقلبه كويس، لازم ادوبه خالص قبل ما احط عليه اي حاجه. اهو بقلبه كويس جدا، مش هخلي ليه ملامح خالص. وبعد كده هضيف عليه اللبن. امشي معايا خطوة خطوة كده، وصدقيني هتلاقيه طعمه مختلف خالص عما بتعملي. بصوا، حط عليه اللبن، وايدي برضو فيه لازم اقلب كويس. عايزة اقولك اللبن اللي انا حطيته في مية السلق دي هيخليه لونه زي العسل. وهنا هبتدي احط كل التوابل بتاعتي. انا عاملة من كل حاجة معلقة، تمام. وهدوب كل المكونات دي. في خطوة كده هعملها لكم تكاية، عايزة اقولك هتخليه في حتة تانية خالص. تابع معايا كده الخطوات وهتشوفيها. انا هنا دوبت كل المكونات في بعضها زي ما احنا شايفين. عايزه اقول لكم الريحه اللي طالعه عليا دلوقتي، ريحه التوابل ريحته زي العسل. هنا حطيت الدقيق، لقيتي القوام بتاعك تقل، عادي جدا ممكن تضيفي شويه لبن او شويه ميه. لقيتيه خفيف، ممكن تحطي شويه دقيق. بصوا القوام معايا ما شاء الله. هنا بقى يا قمر حطيت النشا بتاعي، وهحط البيكنج باودر. عايزه اقولك النشا ده هيخليه هش وهيخليه مقرمش وزي العسل. وانا يعني كفايه قوي معلقتين نشا، ما تزوديش عن كده، عشان انا مش عايزه الطبقه اللي تبقى حوالين الكرنبيطه تبقى ايه، عاليه قوي. معلقتين دول هيخلوها حلوه. بص القوام، هو ده اللي انا عايزاه. تعالي بقى اقولك التكه بتاعتي ايه. التكه دي هتخليه ريحته زي العسل. بتجيبي معلقه التوم بتاعتك كده، تكون معلقه كبيره في الهون، وبتجيبي البقدونس والكزبره، تدقيهم مع الثوم. تمام. عايزه اقولك هتنزل الخضره دي، هتنزل الروائح العطريه اللي فيها، هتندمج مع الثوم وهتبقى زي العسل. هتخليه ريحته جباره.
بصوا انا الخضره اهي دقيتها مع الثوم وكله اندمج مع بعضه، وهبتدي احطها بقى ايه على المكونات بتاعتي واديها تقليب. ده السر بقى بتاعي، عايزه اقولك بتخليه في حته تانية خالص الحركه اللي انا عملتها دي. جربيها وادعيلي. وهنا هحط معلقه الخل بتاعتي، تحطي معلقه كبيره. هقلب بقى كله مع بعضه، وبص القوام بتاعه ما شاء الله تقله بقى زي العسل. بصوا القوام ده هو ده المطلوب. ليه؟ عشان لما تحطي الكرنبيطة يتماسك فيه، ما يبقى سايل كده وما يمسكش فيها. انا عايزة القوام ده. تمام. هحط بقى الكرنبيطة فيها دلوقتي. بصوا اللون بتاع الكرنبيطة عامل ازاي، ما شاء الله. ده مفعول اللبن ان انا حطيته في المية. بصوا لونه ابيض ناصع البياض. اسيبه يهدى. طب انا اعرف منين اللي هو استوى؟ امسك واحدة كده وبالشوكة فيها في الجذع بتاعها ده، تلاقيها ايه عدت الناحية التانية كده، اعرفي اللي هو استوى وما اتهريش. هبتدي بقى احط كده كام واحدة في قلب الخليط بتاعي واغلفها كويس جدا، وعلى زيت غزير بقى. لازم يكون الزيت بتاعي غزير. طبعا انا اتفقت ان انا مش هعمل الكمية دي كلها، ماشي؟ فانتي برضو ممكن عادي جدا بالطريقة دي اللي انتي تحتفظي بيها في الفريزر، بس ايه ما تتكيش عليها على السلقة قوي. زيت غزير، وحطيت معايا بقى الكرنبيط وهتشوفي لونه وجماله. بص اللهم بارك، انا عملت الكمية دي. تمام. بصوا ما شاء الله الخلطة فيه عاملة ازاي، ومقرمش وجميل. والله والله هتلاقيه طعمه تحفة لو مشيتي بالخطوات بتاعتي. وفي نفس الوقت الحتت بقى اللي بتتبقى الصغيرة عملتها قرص كده. تنسوش بقى يا حبايبي دعموني باللايك والشير. باي باي.